عايزه تخسي ابني عضل، عايزه تتخاني وتعملي كيرف ابني عضل. ازاي نفس الحاجه بتعمل العكسين؟ تعالي في الفيديو ده هعرفك لو انت عايزه تنزلي في الوزن تلعبي تمارين مقاومه، ولو انت عايزه كمان تزيدي او تعملي كيرفات في اماكن معينه برضو لازم تلعبي تمارين مقاومه. اسمعي الفيديو للاخر علشان تفهمي. لو هدفك انك تخسي، الكتله العضليه عامله زي موتور الحرق في جسمك، كل ما زادت كل ما زودت معدلات الحرق. ودايما بدي المثال ده للكلاينت بتوعي. لو عندك عربيه 128 موتورها 1000 سي سي وعربيه بي ام دبليو موتورها 2000 سي سي، تفتكروا انهي اللي هيحرق بنزين اكتر؟ اكيد العربيه البي ام دبليو. هنا في العضلات الموضوع نفس الفكره، كل ما زادت الكتله العضليه كل ما زادت معدلات حرقك. بس الفيصل هنا هو الاكل. لما تتمرني مقاومه او تكبري الكتله العضليه وتعملي عجز في السعرات الحراريه، يعني تاكلي اقل من احتياج جسمك بياخد باقي طاقته من الدهون المتخزنه، فبتحرقي الدهون بصوره اسرع. ده غير كمان ان مقاساتك بتقل، وكمان جسمك بيبقى مشدود من غير ترهلات. طب لو عايزه تزيدي وتعملي كيرفات في جسمك، غالبا البنات اللي عندها نحافه بتكون بتاكل كميه اقل بكتير من احتياجها من السعرات. فاحنا لما نتمرن تمارين مقاومه ونزود الكتله العضليه في الجسم، تبدا الكتله العضليه دي تحتاج وقود اكتر، فهتديها زياده في السعرات الحراريه، يعني هتعملي لها فايض في السعرات، عكس بالظبط اللي قلناه لو انت عايزه تنزلي في الوزن. ولكن لو اتمرنتي واكلتي اكل متوازن وعملتي زياده في احتياجك من السعرات الحراريه، جسمك هيوجه الاكل ده للعضلات، وهتبداي تملي وتعملي بومب شكله حلو وانثوي وشكل كيرفي ومظبوط، بدل ما الاكل يروح دهون وتراكمات في الكرش. الخلاصه، التمرين والعضلات هم الموتور، بس طبقك هو الريموت كنترول اللي بيحدد جسمك هيروح في انهي اتجاه. انا بقى عايزاكي تكتبي لي في الكومنتات، هدفك حاليا تخسي ولا تظبطي الشيب بتاع جسمك وتزيدي؟